يعني معقول مثل ما عم نشوف؟ هلا هو بغض النظر في تعتيم إعلامي كان كتير كبير من برشلونة، يعني كل الفرق عم تتعاقد، ريال مدريد عم يتعاقد وعم يجيب لاعبين وعم يعلن عنهم، إلا برشلونة بين الأخذ والرد ما بين الأندية التانية، ليفربول أو مانشستر يونايتد أو لحتى مع نيكو ويليامز. لكن بالفترة الأخيرة راشفورد طلع شوي من الإعلام، التركيز كان على نيكو ويليامز ولحتى شوي على لويس دياز. بس آخر فترة على اثنين، لويس ونيكو ويليامز. لكن عم نتفاجأ هلا بهذا الخبر إنه تم الاتفاق مع راشفورد راح يلعب مع برشلونة. فهذا الخبر أنتم بتعتقدوا إنه مزبوط ولا خبر كاذب إعلامي؟ هذا اللي بدي أشوفه منكم بالتعليقات. الكل يكتب لي بالتعليقات شو رأيكم إذا تمت هاي الصفقة وطلع الكلام مزبوط 100%. أنا راشفورد، يعني الثلاثة، راشفورد ولا نيكو ويليامز ولا لويز دياز، نحن بحاجتهم. يعني إذا بيجيبوا الثلاثة نحن بحاجتهم. لا تنسونا من الاشتراك، لايك، واعطونا رأيكم بالتعليقات. السلام عليكم.